اسمك ايه؟ لغتي رماد. مينا نادر. بوفلي مشيل. شويفاء. سنك؟ 17. 17. 16 سنة. 17 سنة. نفسك تطلع ايه؟ مهندس. دكتور. مهندس. يعني لو حاجة تبع الدراسة هطلع مهندس، لو حاجة يعني بره الدراسة يعني هطلع ملاكم. هوايتك المفضلة؟ لعب الكورة طبعا. كورة. رياضة. تمثيل وملاكمة. مين مثلك الأعلى؟ يعني أبويا وجدي، جدي يعني. أبويا. روحيا ماما، لكن عمليا باباي. يعني في البيت وكده بابايا، يعني كبوكس، والهواية بتاعتي يعني الملاكمة مايك تايسون. بتحط خطة ليومك ازاي؟ أصلي، وكنت طبعا قاعد مع أهلي ومع أصحابي، فبقسم اللي على كده بقسمه لليوم كله، فبقسم كل ده على يوم واحد. ما بتذاكرش؟ لا بذاكر طبعا، بس يعني آخري ساعة ساعتين، يعني على قد ما بزهقت خلاص. تمام. على قد ما أقدر بحاول أوفق ما بين المذاكرة والصلاة والراحة، يعني مثلا إيه، باخد ساعة ونص مذاكرة، ما بينهم نص ساعة راحة، وبحاول إيه أصلي ما بين كل ده. هو على حسب، أنا عندي يعني أنا لو عندي مذاكرة أكيد ده هي هتبقى أولوياتي. على حسب الأهمية، يعني يعني الحاجات الأولية، يعني الحاجات اللي هي هتفيدني تعليني دي هتبقى الأول. لما بتعمل خطة بتكملها للآخر، ولو وقعت بتعمل ايه؟ طبعا بكملها للآخر، ولو وقعت عادي ولا أكني في أي حاجة، وبعيد تاني اللي أنا عملته وببدأ فيه من جديد وبعمله بإتقان. طبعا بكملها للآخر، ولو وقعت عادي مفيش مشكلة، أي حد بيقع، وهكملها من النقطة اللي أنا وقعت منها. عادي يعني، هو أنا لو في مثلا مذاكرة ما ذاكرتهاش النهاردة عادي ممكن أكملها تاني يوم. برجع أصلحها وأكمل. ازاي بتحدد أولوياتك؟ أولوياتي طبعا اللي أنا أكون يعني بذاكر وبالتالي أقعد مع أهلي وأعمل ده كله بس. في فرق، يعني اما تبقى مثلا في فترة دراسية بتبقى أول حاجة مذاكرة، تاني حاجة أقعد مع أهلي، تالت حاجة أو يعني في نفس المقام مع أهلي اللي أنا هشوف حياتي الروحية بتبقى عاملة إزاي. طبعا لما مش ببقى في فترة دراسية بتبقى أول حاجة الخدمة والحياة الروحية، بعدها الأهل يعني والكورة مثلا وهواية يعني بتاعتي. على حسب أهميتها في يوم، يعني هي لو حاجة مهمة أو هتأثر عليا في مستقبلي أكيد دي هتبقى أول حاجة لازم أعملها. شايف ايه أهمية ترتيب أولوياتك؟ إن أنا أكون خلصت يعني اللي عليا وأكون عارف ومستريح اللي أنا خلصت كل حاجة، فأكون مستريح يعني. ترتيب الأولويات دي ده فيرست ستيب للهدف أو للنجاح، فترتيب أولوياتي دي حاجة مهمة جدا. بتعرفني يومي ماشي إزاي، يعني مش كل حاجة كده، فاهم؟ يعني بتعلمني إن أنا أبقى منظم. بتحط خطة ليومك الصبح ولا اليوم اللي قبلها بالليل؟ لا طبعا قبلها بيوم، عشان ببقى مستعد لكل حاجة أعملها، فأكيد قبلها بيوم. أنا طبعا كل صباح يعني لسه بشوف إيه اللي عليا، فبحط خطط من أول الصبح، عشان مثلا لو حاجة حصلت ظرف لو عملتها بالليل. ساعات كده وساعات كده. قبلها بيوم. بتنظم ازاي وقتك بين الكنيسة والمذاكرة واصحابك وعيلتك؟ طبعا الكنيسة اليوم الجمعة لوحده كامل، الكنيسة. صحابي والبلاي ستيشن ده كله بيبقى آخر الأسبوع، بعد يوم الخميس مثلا بيبقى في آخر الأسبوع. أما أهلي بقعد بقية الأسبوع معاهم، يعني مع المذاكرة طبعا. الكنيسة والحياة الروحية دي ده رقم واحد لجانب المذاكرة. لو كنت مثلا في دراسة، صحابي بتبقى صحابي كمرتبة تانية بس، واللعب والحاجات دي بتبقى آخر حاجة بالنسبة لي لو في وقت. هقول لك 4 حاجات وتقول لي ترتيبهم حسب أولوياتك. الخدمة، بلاي ستيشن، هتخرج مع صحابك، هتقعد مع عيلتك في البيت. أنا بالنسبة لي العيلة دي أهم حاجة، فأنا بالنسبة لي العيلة، بعد كده الخدمة، ممكن بعد كده أصحابي، بعد كده بلاي ستيشن. الخدمة، أصحابي، العيلة، البلاي ستيشن. طبعا أول واحد أقعد مع أهلي في البيت،
تاني حاجة الخدمة، تالت حاجة الخروج مع أصحابي، تالت حاجة البلاي ستيشن، رابع حاجة البلاي ستيشن. اول حاجه الخدمه، تاني حاجه اقعد مع اهلي، تالت حاجه اخرج مع اصحابي، رابع حاجه البلاي ستيشن. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست زوم ان. النهارده معانا شخص مميز جدا كلنا بنحبه ونحترمه، نموذج في الخدمه والعطاء والتضحيه. ورغم انشغاله الكبير بشغله وبالكنيسه الا انه قريب من الكل، بيساعد وبيخدم وبيدعم وبيعلمنا بمحبه حقيقيه، وتواضعه بيخلينا دايما نتعلم منه. اهلا بحضرتك يا دكتور انس. اهلا بيك. منورنا يا دكتور. انتوا منورين. هنتكلم مع حضرتك النهارده في موضوع بيشغلنا كلنا، ازاي نقدر ننظم وقتنا ونرتب اولوياتنا، ازاي بين الخدمة والشغل والمذاكرة والكنيسة ازاي نقدر نرتب كل دول. هو الترتيب ده اولا يعني نعمة من ربنا. انا يعني اكتر واحد مشغول في ال 24 ساعة زي ما بيقولوا، لكن بحس ان ايد ربنا معايا في التنظيم. درجة بعض الناس يسأل انت بتجيب وقت منين لكل ده يعني. مظبوط. فالترتيب لازم كل انسان في حياته يبقى عنده ترتيب، ويمكن الكتاب المقدس اكتر حاجة اشار اليها ان احنا ناس ديننا واخلاقنا وسلوكنا ينبغي ان هو يكون كل شيء بنظام وبحسب ترتيب، مش حاجة تمشي عشوائي يعني. فالترتيب ده لازم يتحط بطريقة روحية ثم أسرية ثم اجتماعية أو عملية أو عائلية أو بقى باقي الحاجات يعني. إحنا زي بيقول الإنجيل إن عشنا فالرب نعيش، إن متنا فالرب نموت، إن عشنا وإن متنا فالرب نحن. ففي الآخر كل اللي إحنا بنعمله بيقول لحياتنا الأبدية. لازم عارفين كده، ولازم كل واحد من سن يعني KG1 لغاية الشيخ اللي سنه فوق 100 سنة يعرف. عشان والكتاب قالها كده أولا، اذكروا أولا دي أولويات، ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم وتزداد. فملكوت الله ده هو اللي احنا عايشين عشانه. لكن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فما نجيش نقول إن في أولويات إن أروح الشغل الأول وأعمل، لا، الأولويات علاقتي بربنا. بعد ما تبقى علاقتي بربنا حلوة كل حاجة تبقى سهلة. وكان الرب مع يوسف فكان رجل ناجحا. أنا هبقى ناجح لو أنا مع ربنا، أنا هبقى بذاكر كويس مع ربنا، أنا هبقى بتفوق وبطلع من الأوائل لو أنا مع ربنا، وهكذا. فالأولوية بالنسبة لنا هي علاقتنا بربنا، نحافظ عليها نخاف عليها، هي ملكوت الله وبره. ونمبر 2 حياتي بقى أنا الشخصية الخاصة مع ربنا ثم مع أسرتي. تمام. وبعد كده بقى حياتي العامة في العمل، في الكلية، في المكان اللي أنا فيه، في المدرسة اللي أنا فيها، أيا كان المجال اللي بتعامل فيه. وبعد كده الدوائر بقى بتوسع، في دايرة اسمها الحي، وفي دايرة اسمها أبناء الكنيسة أو أصحابي من الكنيسة، وهكذا يعني. تمام. طب خليني أسألك يا دكتور، هل في علاقة بين الشخصية والأولويات والوقت؟ وهل احترامي للوقت ده بيعبر عن شخصيتي؟ طبعا. بص، أي واحد عايز تعرفه إنسان حلو ولا مش حلو وملتزم ولا مش ملتزم، الوقت ومجيئه في الميعاد أو التزامه بالمواعيد. بمعنى إنه الوقت معبر جيد جدا عن الشخصية. خلاص، يقول لك فلان ده مثلا له برزنتيشن. إيه البرزنتيشن ده؟ بالعربي يعني الحضور. إيه حضوره؟ حضوره التزامه. يعني أنا لما أكون مديك ميعاد وأجي بعد الميعاد بساعتين، أنت هتبص لي من فوق لتحت هتبقى زعلان. إيه الراجل اللي ما بيحترمش مواعيده ده؟ أول إمبريشن هتقوله كده. ولو أنا جيت في الميعاد أو قبل الميعاد بشوية والراجل ده بيجي بالظبط في ميعاده، ده جزء يعبر عن شخصيتي، إن أنا إنسان ملتزم، إنسان بحترمك، بحترم التايم اللي أنا هقعد فيه معاك، بحترم مشاعرك، بحترم وقتك. كل ده جزء من شخصيتي. انما انا لما اكون راجل مهلهل وفوضوي مش هحترم حاجه، عايش عشوائي، هاجي اي وقت امشي اي وقت، مش مهم اتاخرت عليك، اتاخرت هتقول لك اصل الدنيا زحمه، لا، طب ما ننزل قبل الميعاد بشويه. الحقيقه حكايه الوقت دي بالنسبه لي مهمه قوي قوي يعني. بحس ان انا وجودي مثلا بروح اي عمل اي مستشفى من بروحهم لازم اروح في ميعادي. تمام. وعودت حتى المرضى بتوعي انه انا قبل ما اجي تكونوا موجودين. ليه؟ عشان انا احترم وقتي وهو يحترم وقته. انا بحترمه وهو بيحترمني.
لكن حلو. لو انا لا بحترمه ولا بيحترمني، خلاص بقى الدنيا هتبقى خربانه يعني. هتبقى عشوائيه شويه. طبعا عشوائيه مزعجه. مظبوط. وهتبدا هترحل اليوم للاخر. ما هيبقى اليوم هيبوظ. مظبوط. هيبوظ اليوم اكيد، لكن اليوم الصح اللي يبقى معمول له توقيتات مترتب. وحدود ومترتب. عندي سؤال يا دكتور لحضرتك، ايه الفرق بين احلام اليقظه مم. والخطط الوهميه؟ بص، احلام اليقظه دي انا اتذكر مره جاني ولد من بتوع الثانويه العامه، وبعدين بقول له انا سامع انت ما بتذاكرش وما بتعملش ايه. قال لي اصل فلان الفلاني مم. ذاكر اسبوع وجاب 97%. فقلت له انت عامل قال لي انا هذاكر الاسبوع ده ان شاء الله واجيب 97%. طبعا هو سقط طبعا، انه انا هذاكر اسبوع، ما فيش حاجه اسمها يذاكر اسبوع يعني. لكن الوهمي يعمل بالليل جدول زي كل طلبه يعني، تمام. والجدول ده مثلا عايز 200 ساعه، يقول لك هخلصه بكره كله، وبعدين بكره يخلص على 1 ايتم، يخلص ايتم واحد. دي خطه مش واقعيه. دي خطه غير واقعيه، دي احلام يقظه، دي اوهام، سميها زي ما تسميها، ليست خطه حقيقيه. حقيقيه انا عارف امكانياتي، هخلص النهارده 4 صفحات او اخلص 6 صفحات، ما اجيش اقول اخلص 50 صفحه، ابقى أنا راجل عملي. ما اقولش اذاكر كذا وكذا 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 واحط جدول غير محسوب. عشان كده كتير قوي من الولاد بتوعنا يعمل جدول وتاني يوم يقطعه، ويعمل جدول وتاني يوم يقطعه. كلنا عملنا كده. بالظبط. لا ده مش صح. مم. المفروض انا عامل جدول، لازم ابقى انا الكتاب المقدس برضه انا احب ارجع تملي يعني المرجعيه الكتابيه يعني. بس قال لك انه حساب النفقه، ان اراد احدكم ان يبني بيتا الا يجلس اولا ويحسب حساب النفقه وما عنده هل يكفي ام لا. هقدر اكمل وانا اقدر ولا لا؟ اكمل او مش هكمل. مظبوط. تمام. وان احدكم دخل حرب ومعاه 10,000 جندي وسوف يقوم امامه 20,000 جندي، هل سيقدر على هذه الحرب ام يلجأ للمصالحه؟ ما انا مش هعرف، ما مش هغلب، يبقى صالح. يعني الكتاب بينبهنا تملي ليه حساب النفقه. انت تحسب نفسك، امكانياتك، ذكائك. زي واحد مثلا يقول لك ثانويه عامه انا هجيب 99%، طب هو في الابتدائيه جاب كام وفي الاعداديه جاب كام؟ ما ده حساب نفقه. في مؤشرات هتكمل. طبعا هو في الابتدائيه جاب 45 مثلا 60%، في الاعداديه جاب 55، مستحيل يبقى 90. لوجيكالي كده هو يجيب في الثانويه 50. وضع طبيعي. مظبوط. لكن هو مش هتحصل له طفره في الذكاء ولا طفره في الاستيعاب. بس مظبوط. هو ده حساب النفقه بقى. ان انا اعمل حسابي انا امكانياتي ايه، إمكانياتي. هعمل ايه، خطتي المستقبليه ايه، انا شايف الدنيا اللي جايه رايحه فين، انا بقى عارف امكانياتي. تمام. خلاص كده الكتاب بيقول لك ينبغي الا يرتقي فوق ما ينبغي. ما ترتقيش فوق حاجه انت عارف امكانياتك ما تجيبهاش. فوق قدراتك. بالظبط. طيب دي الخطه الوهميه. ايوه. ممكن عشان اريح نفسي شويه احط خطه اقل من امكانياتي عشان اريح نفسي، ده كويس وده لا صح؟ غلط برضو، ده اسمه صغر نفس. أوكي. لما احس ان انا قليل عن وضعي او قليل عن امكانياتي، ده صغر نفس. لا، انا بنعمه ربنا اقول انا هتقوم. زي بيقول الكتاب برضو ليقل الضعيف بطل، انا هبقى بطل. بس بطل زي ما كنت بقول لكم من شويه، طموحي رؤيته محدوده. يعني ايه محدوده؟ يعني انا خطي خطوه السلمه اللي جايه فين، لكن انا مش هطلع 10 سلالم مره واحده. خلاص احط رجلي على الثانيه وثبت رجلي، احط رجلي على الثالثه. هو ده الطموح المقبول، وهو دي الرؤيه اللي تخلق انسان عنده طموح، يعني هيحققه يبقى واقعي وعملي. واقعي وهيحققه، هقدر مظبوط. احققه. لكن انا ما اقولش حاجه انا مش هقدر احققها. ما تبقاش بعيده قوي. بالظبط. تمام. طب يا دكتور، عايزين نتعلم من حضرتك ازاي اقدر انظم وقتي وارتب اولوياتي ووازن بين الخدمه وبين الكنيسه وبين مذاكرتي. بص انا قلت في الاول اطلبوا ملكوت الله وبره. خلاص، في اولويات. الاولويات حياتي الروحيه، ونمره 2 حياتي الاسريه والعمليه، الاثنين مع بعض، لانه عملي مهم انه اكل عيش، وفي نفس الوقت حياتي الاسريه. ما يجيش واحد مثلا يقول لك انا هروح اجيب فلوس واسافر السعوديه ولا الكويت واقعد عمري كله هناك وابعت فلوس للولاد. طب ما العيال ضاعت والتربيه ضاعت، والواحد عنده عشرات الالاف من القصص اللي سببها حاجه زي كده. مظبوط. الاولويه هنا غلط. الاولويه هنا غلط. مش الاولويه ان اجيب فلوس، الاولويه ان اربي العيال.
مظبوط. ونمبر 2 اجيب الفلوس. ولو العيال عاشوا بنص مستوى مادي في حضن الاب والام احسن ما يعيشوا في فيري هاي ليفل ويبقوا مدمنين ومفيش ويبقوا مش اخلاقهم مش كويسه، وده اللي حصل مع معظم الناس. في اولويات. ده الكتاب نفسه بيعلمنا حاجه جميله جدا. يقول لك مثلا اذا قدمت قربانك على المذبح، تمام، وهناك أو دي عباده بقى، محدش يتكلم ولا كلمه، عباده ربنا. وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك فاذهب اولا. كلمه اولا دي اولويات. واصطلح مع اخوك ثم تعالى. من هو اهم، القربان ولا الصلح؟ لا، الصلح. ان هو اهم القربان والهيكل والكنيسه، ولا انا متخاصم ولا زي قلته؟ ده مثل أولويات. جايب مثل قوي قوي. ما يبين. حتى احنا في بدايه الصيام اللي احنا فيه ده، اول اولويات حطها ربنا قال لك ايه؟ في اللي هو في اللي مسميه احد الرفاع، قال لك الصدقه وبعدين الصوم وبعدين الصلاه. طب ده يا رب معقول الصوم والصلاه الصدقه اهم؟ طبعا، لان الصدقه هي محك اللي هيقول الصوم والصلاه صح. ده وانا بصلي، ما ياما ناس بتصلي في الكنيسه وكفره ما لهمش علاقه بالكنيسه. المحك انك بتدي، بتعطي، بتبذل فلوس ومجهود ووقت وكل حاجه. اذا انت قدمت عطا هتعرف تصوم وتصلي كويس، او انا هبقى ضامن ان صومك وصلاتك صح. وعشان كده السيد المسيح حط اولويات. الناس كلها تقول ازاي الصوم والصلاه اهم من الصدقه؟ لا، قال لهم الصدقه لا، عشان ده ايه؟ محك العطا. انت بتدي تبقى 100 هتصوم صح وتصلي صح. لكن انت ما بتديش، لا تعرف تصوم ولا تعرف تبقى راجل بتضحك على ربنا زي الكتبه والفريسيين. مظبوط. بعمل صلاه وصوم بشكل بس ما لهمش لازمه. تمام. طب ازاي اقدر احط خطه واقعيه على قد امكانياتي؟ بص، هو تملي يعني يقول لك ايه، في مقوله قد تبدو للبعض انها مش مظبوطه. يقول لك المسيحيه تحد الطموح. لا طبعا، المسيحيه بتضبط الطموح. يعني انا عندي خطه مستقبليه، تمام، عايز مثلا اطلع مهندس او عايز اطلع دكتور، اي حاجه. تمام. الخطه المستقبليه ان اجيب مجموع في الثانويه العامه. مظبوط. لكن ان اغرق في احلام اليقظه، تمام، ان انا بقى عندي مستشفى وعندي طب انا اول خطوه ان انجح، وتاني خطوه ان انا اخش الكليه، وتالت خطوه ان ادور على عياده في حته هاديه وعلى قدي وبتاع وابتدي بيها واكبر شويه بشويه. هنا دي المسيحيه مش بتمنع او تحد الطموح، لا، المسيحيه بتضبط الطموح. لان الطموح اللي زي ما قلنا فيه احلام يقظه ده طموح هيودي في داهيه. انا ممكن اسرق عشان اعمله، ممكن امشي غلط عشان اعمله، ممكن امشي منحرف عشان اعمله. يبقى انا الوسيله هنا لا تبرر الغايه، الوسيله ودتني في داهيه. مظبوط. تمام. احلم حلم واقعي يتحقق، واقعي على قد امكانياتي. انا شايف قدامي دي الخطوه الجايه، احط رجلي على السلمه واستنى شويه، خلصت الخطوه دي اطلع السلمه اللي وراها. لا، انا عايز اطلع السلمه ال10، هتقع رقبتك وتتكسر. مش هحقق حاجه. لا، هتتكسر. هتتكسر. تمام. طيب هو الكتاب المقدس ذكر كلمه الوقت والاولويه؟ طبعا. اتفضل. لا، جت معلمنا بولس قالها واضحه وبطريقه واضحه جدا. قال ايه؟ اتفضل. قال مفتدين الوقت لان الايام شريره. مظبوط. تمام. او قبلها بقى يقول فلنسلك بتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. وراها بقى مفتدين الوقت لان الايام شريره. ليه؟ لانه التدقيق ده طبعا تدقيق غير وسوسه برضو، عشان في ناس بيدققوا عيانين، يعني اللي عنده وسواس قهري ده عيان يعني. لكن في تدقيق ان انا بدقق في اموري، في كلامي، في نظراتي، في وقفاتي، في ضحكتي، في تسريحه شعري، في لبسي، في هدومي، كل ده تدقيق. مظبوط. التدقيق ده بيقول الى التزام ويقول الى فداء الوقت. على فكره كلمه فداء الوقت دي كلمه جامده جدا كبير، اللي بتفكرنا بفداء المسيح. يعني شوف قد ايه ارتفع بمستوى الوقت لمستوى ان احنا نفتديه. يعني عباره انجيليه جديده جدا فهم. جميله يعني. فانت افتدي الوقت يعني انقذ نفسك من الوقت. وعشان كده الكتاب في سفر الامثال قال لك اذكر خالقك في ايام ايه؟ شبابك. ما هو دي معناها مفتدين الوقت لئلا تاتيك السنون التي ليس لي فيها ايه؟ سرور. قال لك وقت ان تقع السنان، وقت ان تتضم المناظير، وقت انك ما تسمعش ولا كلمه، وقت ما خلاص ما انت يقول لك انا طاهر ونقي. ليه؟ ما انا مش شايف، ما انا مش سامع. طب ما انت طاهر غصب عن عينك، تمام؟ ما انت طاهر بمزاجك، ما انت مش قادر تنزل، رجلك حجزت، ما انتش قادر تروح مكان الخطيه،
عشان كده افتداء الوقت وقت الشباب اللي هو الوقت اللي انتوا فيه ده الوقت هو ده اهم وقت. لكن تيجي بعد ما كل حاجه خربت وتقول انا بقيت راجل كويس قوي، ما أنت وعند ربنا يساوي زيرو. كنت فين وانت بالظبط صغير؟ يساوي زيرو عند ربنا. مم. تقول له انا بقيت كويس، يقول لك ده انت بايظ عشان عاجز. وربنا عايزنا واحنا في قمه قوتك، مظبوط. عشان كده تدي وقتك في قمه قوتك. مفتدين الوقت دي هي معناها كده. خلي بالك من وقتك، وقتك مهم، في اولويات لوقتك. انا اقول لك مثالين في الكتاب يعني جمال قوي قوي. اعظم خدمه في الكتاب المقدس خدمه يوحنا المعمدان. اعظم مواليد النساء. خدم قد ايه؟ 6 اشهر. طب ليه اتقال عن يوحنا كده وهو خدم 6 شهور بس؟ عشان خدمته مهدت الطريق للمسيح بطريقه جباره جدا جدا. تمام. فيها محبة. صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب. المسيح دخل لقى التربه جاهزه، لقى الارض متستفه مترتبه وتربه جيده. فكانت النتيجه ايه؟ ان المسيح اشتغل على شغل يوحنا، فكانت الكرازه وكانت المسيحيه فيما فعله يوحنا المعمدان. عشان كده اعتبر اعظم مواليد النساء. برغم ان مده الخدمه 6 شهور. المسيح نفسه خدم 3 سنين وربع او 3 سنين ونص، خدمه قصيره جدا لكن فتنت المسكونه كلها. مظبوط. يبقى الوقت هنا بقى يبين لك انه استثمار الوقت، وانك قد ايه الوقت يبقى فيه بركه. ودي بنقولها لاولادنا اللي بيذاكروا على فكره. فعلا. يقول لك انا مش رايح الكنيسه ومش رايح عادات خدام ومش رايح فيها، اصل عندي امتحانات. انا في زماني ما كنت ادكم يعني كان ما فيش حاجه يعني مش فضيله، ده طبيعي. في امتحان، طب وماله نعمل له ايه الامتحان؟ هتروحوا الخدمه؟ هنروح الخدمه. ما اولويات يا دكتور. بالظبط. هنقعد للساعه كام؟ لغايه ما تخلص الخدمه. طب بكره في امتحان شفوي، في لازم نقعد نذاكر. لا مش هينفع. تمام. كلنا بقى اللي اختبرنا الزمن ده اختبرنا بركه ربنا في الوقت. فعلا. انت بتخش تكتب امتحان شفوي، الدكتور قدامه مثلا مجلد قد كده، بيسالك سؤال انت مذاكره، دي بركه ربنا. صح. وهكذا يعني. حتى اللي بيذاكر على فكره عادي في بيته، لو بركه ربنا موجوده معاه الدنيا بتختلف معاه تماما تماما. بس تبقى بركه ربنا وانا مذاكر. طبعا مفيش حاجه اسمها بركه ربنا. النعمه لا تعطى الا المجاهدين. ماري اسحاق بيقول كده، لا تعطى الا المجاهد هياخد، اللي ما بيجاهدش مع نفسه بقى. مظبوط. حضرتك حابب تقول لنا ايه تاني طيب؟ ولا حاجه. انا عايز اقول بس انه لو احنا جربنا بركه ربنا في حياتنا، في مذاكرتنا، في خدمتنا، كل حاجه، هنلاقي حاجه كبيره جدا 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 يعني. وهناخد كتير، ربنا عنده كتير وبيدينا كتير، بس احنا اللي مش عارفين ناخد، واحنا اللي مش عارفين نستمتع بسر البركه. لو احنا حياتنا منظمه اكيد. عشان كده انا اتذكر لما كنت بخدم ولاد اعدادي وثانوي، الولاد دول كنت اول حاجه اعملها، طبعا احسن وقت الولاد بتوع الخدمه وقت الدراسه. فكنت في العمل الفردي في الافتقاد اروح اقعد على ما جنبه، على ما يقول لي المكتب فين، يقول لي جوه في الاوضه اللي جوه، نقعد جوه الاوضه اللي جوه. اقول له هات الاجبيه وهات الانجيل وهات الكتب اللي هتذاكر فيها بس، واحط له الاجبيه والانجيل جنبه كله. قال له كل يوم هنبتدي بدول، نيفر انك تبتدي من غير دول. قبل المذاكره هتقرا صح من الانجيل، وهتصلي صلاه باكر، قصدي حسب بقى، لو بالليل هنصلي غروب، لو الصبح هو في اجازه هيصلي ايه باكر، وهنقرا اصحاح وادي كراسه تكتب فيها ايه ولا ايتين، وبعدين نبتدي المذاكره. تمام. اخر المذاكره هنصلي صلاه النوم، وبرضه هنقرا كلمتين او بلاش نقرا، قول ترنيمه وصلاه النوم. وعودت ولادي وهم صغيرين كلهم في الخدمه يعني، في اعدادي وثانوي بالتحديد. عايز اقول لك انا بقابل منهم ناس دلوقتي وصلوا لاحسن المراكز، يقول لك اللي احنا اتعلمناه في اعدادي، طبعا اعدادي وقت هايل للتعليم سن يعني، مهم قوي، وثانوي بالظبط. بس لازم انا ارسله النظام اللي انا عملته، ده نظام. مظبوط. هنعمل كذا وكذا وكذا. الاسبوع الجاي هتابعك في الكنيسه تقول لي عملت، الاسبوع اللي بعده جيب لي الكشكول اللي كتبت فيه الايات، احطه على التراك. احطه على التراك. بس لازم انا احطه بايدي، ما اقولوش اعمل كده واجري، اقول له في الكنيسه اروح اعمل كده واجري، لا. اتابعه. لو انا عملت عمل فردي وقعدت وفهمته النظام ده، علمته النظام، علمته حياته الروحيه تبقى منتظمه، لان ده جزء من نجاح الحياه الروحيه انها تبقى منتظمه. علمته ان هو يقرا، علمته ان هو يكتب ويبحث، فانا عملت منه بني ادم. مظبوط. عملت منه بني ادم. النظام هنا اساسي عشان يبقى هو بني ادم مظبوط. وعلمته بركه الوقت وفهمته بركه الوقت، وهو ادرك وتلامس رسميا مع بركه الوقت، ويفهم قيمه الوقت.
طبعا لازم تعلمه وتفهمه ان في وقت للبيت، وقت البابا، وقت الماما، وقت لاخواتي، وقت للراحه برضه. ما ننساش نقول كلمه الراحه دي. مظبوط. دلوقتي العيال بتعمل ايه؟ يذاكر ربع ساعه وياخد ريست ساعه، ياخد 10 دقايق وياخد ريست ساعتين. المفروض العكس. العكس طبعا. اه المفروض ان هو يطلع يعمل ريفريشمنت، يقول ترنيمه، يخرج يتكلم مع امه مع باباه، يهزر معاهم، يرجع عشان يعمل المخ بيحتاج ريفريشمنت يعني. مظبوط. لان في حبيبات في المخ كده بتتكون لما تريحه، لكن لو انت بتجهده على طول الحبيبات دي ما بتبقاش موجوده يعني. بيحتاج راحه. بيحتاج راحه عشان يعمل. في حاجه اسمها نسل جرانيولز. النسلز دي هي المسؤوله عن التركيز وعن الذاكره وعن التذكر بعد كده. اوكي. دايما بلاحظ ان الشخص الناجح واللي دايما شغال ده اللي واخد باله قوي ان الوقت ليه قيمه. طبعا. اللي عايش مش فارق له ومش ناجح دايما بالنسبه له الوقت ده حاجه عاديه طبعا. مش لا بتعدي. لا، الوقت مهم. حتى ما تقعد مع حد لازم تبقى حاطط ليميت للقعده، انما تقعد والقعده تقعد ساعتين 3 يبقى احنا مش قاعدين يعني، احنا بنضيع وقت وخلاص زي ما بيقولوا يعني. مظبوط. وممكن بقى الشيطان يتدخل وتبقى حكايه مش مظبوطه. لكن لازم كل حاجه انا داخل عامل مشوار النهارده، رايح المكان الفلاني هقضي فيه كذا، هدي مثلا رينج ربع ساعه زياده 10 دقائق حسب التايمنج بتاع الوقت، مثلا ساعه اديها ربع ساعه. تمام. مظبوط. انا رايح مشوار 10 دقائق هدي له 5 دقائق. مظبوط. فمهم قوي قوي ان انا يبقى في تايمنج لكل حاجه. رايح ازور واحد صاحبي انا عامل حسابي من كذا لكذا، هعمل مكالمه تليفونيه عامل حسابي المكالمه ما تزيدش عن كذا. يعني حتى لو هقابل صاحبي بحط وقت. طبعا. ده احنا طبعاً. بننسى نفسنا. طبعا وننسى نفسنا، ما هو ده خطر عليك وعليه. م. هنتفرع بقى، هنخش في حاجات ملهاش لازمه وهنتكلم كلام ملوش لازمه، وده كله مش مظبوط. تمام. لكن واصحابك هيحترموك لما يقولوك انت بتحترم الوقت. هم هيحترموك، فعلا. يقول لك فلان بصراحه الوقت عنده غالي قوي. تمام. فهيقدروا الوقت معايا. بالظبط. تمام. دكتور مبسوط ان حضرتك معانا. ربنا يخليك. دايما بنتعلم منك يا دكتور وربنا يزيدك حكمه. وانا بتعلم منكم برضه بجد. لا ده احنا اولادك. آه. دايما كده سند لينا ربنا يخليك. ودايما موجود يا دكتور وربنا ربنا يزيدك يخليك. حكمه وصحه يا رب. تعيش. ربنا يخليك. خلينا نعيش منظمين مش عشوائيين. وتشرفنا النهارده بدكتور أنسي كان منورنا، واستنونا في حلقات جايه من زوم ان.